تتذكر شي مرة كنت فيها محط الأنظار، الكل عم يتطلع فيك، يصفق، يبتسم، بس انت جواتك فاضي. أنا وقفت بهيك لحظة، ومن وقتها كل حياتي تغيرت. أنا فرح، عمري 33 سنة، عندي مشروع ناجح، حسابي على الإنستا في شي 300 ألف متابع، بس كل هالواجهة كذبة. خليني أخبركن كيف بلشت الحكاية. كنت بالثانوية البنت المهذبة المرتبة المتفوقة، دائما بشارك بالنشاطات وباخد جوائز، بس الحقيقة إني كنت عم بمثل. كل شي بلش بيوم سألتني رفيقتي: واو فرح، من وين اشتريتي جزمة تشبه تماما تبعيت مريم فارس؟ ابتسمت بكل ثقة وقلت لها هاي بابا جاب لي إياها من دبي، بس هي كانت من سوق الحميدية ب1500 ليرة. ضحكت وهي صدقت، ومن هون بلشت السلسلة. صرت كل يوم أحكي كذبة صغيرة تكبر شوي شوي، لبسي ماركات عالمية، طلعاتي فبركة وقصص وستوريات، حتى حياتي العاطفية قصص من خيالي. بس كنت حب نظرة الناس إلي، كنت حب إنه يشوفوني المثالية، ناجحة، راقية. ما كنت مستعدة يبان إنه أنا بنت عادية من عائلة بسيطة، أبوها موظف وأمها ست بيت. دخلت الجامعة ودرست إدارة أعمال، مو لأنه هاد حلمي، بس لأنه بيلبق مع الصورة اللي عملتها عن حالي. وصار عندي جمهور، ناس بتتابعني وبتقتدي فيني، بتسمع كلامي وبتحسه مثالي، وكل شي مبني على وهم. بس اللحظة اللي هزتني من جوا كانت يوم تخرجي من الجامعة. أبوي ما كان موجود، وما كنت ناوية أبدا إنه يضرب الحفل. ليش؟ بصراحة لأني من أول سنة جامعة قلت للكل إنه أبوي متوفي. ما كان بدي حدا يعرف إنه بيشتغل مراقب بباصات البلدية. صوته عالي ولبسه قديم وطريقة حكيه شعبية كتير، ما بتناسب صورتي الأنيقة. بس فجأة وأنا واقفة على المنصة صوت التصفيق عم يعلى، بس حسيت دمي صار بارد. عيوني سحبتني صوب الزاوية بعيد عن الكاميرات والابتسامات، وهناك كان واقف بابا، ثيابه متواضعة مثل العادة، واقف بين الناس وما حدا منتبه له. بس هو ما كان عم يدور على انتباه حدا، عيونه علي وعم يبتسم. وإذ بالمذيعة بتقول: فرح جابر، البنت القوية اللي كبرت بلا أب، ورغم الوجع والفقد كانت شمعة لأمها ولمجتمعها. حسيت الأرض عم تميد فيني. ما كانت الجملة غريبة علي، لأني أنا اللي كتبتها، أنا اللي حطيت هالمعلومة بالبروفايل تبعي، بكل سيرة ذاتية، بكل مقابلة. بس بهاللحظة كانت أول مرة عم بسمعها بغير صوتي. نظراتنا تقابلوا وأنا بعيني دمعة، وهو كان عم يطلع فيني بس كأنه مو شايفني. مو لأنه ما بيحبني، بس لأنه ما عرفني. أنا البنت اللي قالت عنه ميت، البنت يلي خبت وشه، صوته وتعبه مشان ما تشوه الصورة. ما إجا لعندي، ما صراخ ولا عصب، بس عمل شي كسرني أكتر من كل شي. دار وجهه ومشي ببطء من غير ولا كلمة، وما التفت. ما لحقته ولا طلبت منه إنه يوقف. ضليت واقفة والكعب عم يعصر إجري، والضوء عم يحرق وجهي، وإحساس غريب أول مرة بحسه، العار. مش لأنه سمع، بس لأنه صدق إني بقدر أكون هاي البنت. ومن بعد هداك اليوم بلشت التغيير. رجعت على البيت بكيت مثل الولاد الصغار، وقفت قدام أبوي وقلت له: أنا آسفة يا بابا، آسفة لأني خجلت منك وإنت أكبر فخر بحياتي. وبعدها عملت بث مباشر على الإنستا، حكيت فيه كل شي من أول كذبة لآخر لحظة. نص الناس طلعوا، وفي ناس استهزأوا، وفي ناس سبوني، بس أنا كنت عم بتنفس لأول مرة. صرت أعلق صوري القديمة، مو تبع الإنستا، صوري أنا، البنت العادية يلي بتحلم، يلي بتحب أهلها، ويلي عم تتعلم كل يوم تصدق حالها. إذا بتكذب لتبين أفضل، أنت عم تطمس شيء أثمن، وهي حقيقتك.
لا تلبس قناع، القناع بيسقط، بس وجهك الحقيقي بيكبر وبيضوي.